السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. كل سنة وانتم طيبين يا رب. كلكم تكونوا بخير وسعادة وهنا وعيد سعيد عليكم، اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة طبعا الفتة يا جماعة، الراعي الرسمي لعيد الضحية، إن كله بيفطر او يتغدى فتة. طبعا انا سلقة اللحمة، واللحمة كانت دسمة يعني، فعملت طبقة كده على الوش زي ما انتوا شايفين. عشان يعني انا سلقتها من بالليل، عشان احنا الصبح يعني بعاداتنا كده في البلد بنطلع الجبانة الصبح وكده، فعشان ابقى اطلع واجي وكده تكون جاهزة عشان ما تاخدش وقت معايا. يعني جينا كده وفطرنا فطار خفيف كده، يعني كيكات وحاجات خفيفة كده، وبعد كده عملنا الفتة. كده حطيت سمنة وبعمل رز الفتة. انا يا جماعة زي ما انتوا عارفين ما بعملش رز الفتة ابيض، لازم احمره كده. يعني في ناس بتسلقه وبتحط له سمنة وملح وفلفل وتحط على الوش، لا انا بحب احمره كده تحميرة، بس مش بزود عليه التحمير، بيكون برضو لونه ابيض، بس التحميرة دي بتوديه في حتة تاني خالص، يعني الطعم بيكون حلو جدا كده. يعني قلبتهم قلبتين بالسمنة وطشيتهم كده بشوربة اللحمة، كانت دسمة جدا والله، بس طعمها طلع حلو وخرافة يعني. آه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي يشوف الفيديو يا جماعة حطوا لنا اللايك، وبمناسبة حتى العيد الأضحى، ولو تقدروا تشيروا لنا الفيديو وتعليق، شاهدوا الفيديو، اشتركوا في القناة، اللي يقدر على أي حاجة يعني يساعدني بيها إن شاء الله. من أختكم أم محمد. تمام. كان هنا الرز استوى طبعا وطفيت عليه. هنا بصوا كده انا حطيت الشوربة في حلة تاني، وبعمل لها يا طشة اللي هي بتاعت الفتة. بصوا يا جماعة، انا في عندي ناس في البيت ما بيحبوهاش بالصلصة والخل والثوم والحاجات دي، يعني دي اللي معتمدينها على طول، اللي هي بتاعت شوربة كده اللي تحت اللحمة، واحط معلقة سمنة كده بلدي او سمنة عادية يعني اللي موجود عندك، وبدق فصين توم كده في الهون، ملح وفلفل، واقلبهم في السمنة، وبعد كده طش بيهم الشوربة بتاعت الفتة. بصوا الطريقة دي خرافة، جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. يعني فتة تحفة تحفة تحفة. تمام. حطوا لنا لايك يا حلوين يا عسلات يا جمرات، عشان الفيديو كده يترفع ويتشاف، ويعني اللي يقدر على اي حاجة يعملها. تمام. كده مش بخلي التومة تحمر او تغمج منك كده، هتمرر منك لو بتطش اي نوع طبيخ. التومة تكون لونها ذهبي عشان ما يبقاش ممرر منك. كده حطيتها تقلبتين في السمنة، وهنزل عليها ايه بالشرب. بتكون طعم حلو جدا والله الفتة دي بتاعتنا، يعني بعملها كده. فينا يعني مش مستحب بيحبوها بالصلصة والثوم والخل والكلام ده. دي طريقتي يعني في الفتة. وبعمل اللي هي بتطلب مني، يعني في ناس معينة كده بتطلبها مني بعملها لها، بس اولادي يعني بيحبوها بالطريقة دي. كده انا طشيتها، وهنا قطعت العيش. بصوا لازم تكون بتغلي الشوربة. قطعت العيش الشمسي بتاعنا اهو، تقطعيه كده، مش بنعملها بعيش بلدي، لازم شمسي عشان احنا بنخبز على طول يعني كده، بنعملها بيه بيكون تحفة. كده انا بسقي العيش بالشوربة، يتشرب معي كده حلو، ويشرب الشوربة كلها اللي بحط عليه. بعد كده هحط على وش الرز يا جماعة تقلبتين، مش تطشيه ابيض، بيبقى تحفة تحفة. وفي ناس يعني بتسلق الرز وبتصفيه، وبعد كده بتحط عليه
ملح وفلفل وسمنة بلدي، تقلبهم برضو تحطه على الوش برضو بطعم خرافة. يعني ممكن تعملي دي او دي. كده بصوا انا كده هشرب كده معايا. بحط الرز، بغرف الرز ده بعد ما استوى بحطه على الوش. بص عملنا حبة فتة حلوة جدا، واللحمة كانت حلوة، موزة كده وحلوة وطرية ومستوية. يعني احنا كنا شارين لحمة، وعندي بيت عمي بيذبح يعني كده كل سنة، ربنا يزيدهم يعني، وبيذبحوا وبيبعتولنا من الأضحية طبعا. فعملنا يعني اللحمة. وهنا انا بصوا ما حمرتش اللحمة زي ما هي كده مسلوقة، حطيتها على الوش. في اللي بيحبها محمرة ولا يحبها مسلوقة، يعني عملت للأغلبية. وفي طريقة تانية برضو اللي هي طريقة الأفراح، هعملها لكم وهنزلها لكم على القناة إن شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين، ونعاد عليكم بخير يا رب العالمين، وعيد أضحى عليكم بالهنا والشفا ليكم ولينا. جربوها وقولوا لي رأيكم، مش هتندموا، طعمها خرافة حلوة جدا. كل سنة وانتم طيبين.